أنت تقيم في النرويج منذ سنوات طويلة، منحتك البلاد حق اللجوء السياسي. ألا ترى أن من حق هذه البلاد عليك وعلى اللاجئين لها سياسيا أن يكونوا دعاة للاندماج مع المجتمعات المستضيفة، بدل التحريض على الجهاد ودعوة أبنائهم للانخراط في صراعات المنطقة العربية كما يحدث الآن في سوريا، حيث باتت هجرة الشباب من أوروبا إلى سوريا والعراق ظاهرة تقلق المجتمعات الأوروبية؟ بلا شك هذه المجتمعات لهم الحق. نحن جئنا إلى بلادهم وشرعا في ديننا حسب المذاهب الأربعة نحن هنا بعقد أمان، وعقد الأمان وإن كان غير مكتوب، لكن أنا لما جئت إلى النرويج حصلت على عقد أمان. أنت لما جئت بفيزا ذاك جاء لترانزيت، ذاك جاء وحصل على الجنسية. المهم وجودنا هنا بعقد أمان، والعقد الأمان يتضمن أمانهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم هم ومن يعيشون في النرويج. فأنا من اليوم الأول أنا ملتزم بهذا، والأصل في المسلمين كلهم أن يلتزموا بذلك. وأنا يوم من الأيام ما حرضت أحدا على النظام النرويجي، بالعكس كل ما كنت تحت ضغطهم ما فقدت توازني، لأن توازني جاء من الشرع، توازني ما جاء من المصالح. نحن لا ننتمي إلى براغماتيزم، إلى النفعية، نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة، فنلتزم بديننا. وإذا التزمنا بديننا هم رويدا سيثقون بنا. المشكلة هي في قلة الالتزام بالدين. وبالنسبة لما يجري في بلادنا وهم يخافون، ومن حقهم أيضا أن يخافوا، 25 مليون مسلم في هذه البلاد، وجيرانهم 300 مليون مسلم. ولذلك الأوروبيين ليسوا كالأمريكان. الأمريكان كانوا يضغطون على الإسلاميين حتى جاءت 11 سبتمبر، لما تلقوا الصدمة بدأوا يعودون. والغربيين الأوروبيين قالوا نحن لا نكون معكم، لا نستطيع أن نكون ضحايا لخططكم. والآن أيضا داخل أوروبا ألمانيا ما دخلوا بخطط فرنسا. فرنسا الاستعمارية الآن في 13 دولة وتتبنى الاستعمار كما كان قبل 100 عام. الألمانيين ما يحتاجون لأن يكونوا مثلهم، نعم كلهم في اتحاد أوروبي، ولذلك لا يكونوا، ولا أحد في أوروبا ساعد الفرنسيين في بناء القاعدة العسكرية في شمال نيجر.